في مباراة عنوانها الواقع والمستحيل، الزمالك يفقد نقطتين في صراعه على الدوري، وصراعه مع مجلس الإدارة، وصراعه مع الواقع والمستحيل. الزمالك يبدأ اللقاء مع مدربه الجديد بيسيرو بخطة 4-3-3. صبحي حارس مرمى، الونشي وعبد المجيد اتنين دفاع، ظهير يمين عمر جابر، ظهير يسار المتألق بنتاج، ثلاثة في نص الملعب على خط واحد، محمد السيد وعبد الله السعيد، وثلاثة في خط الهجوم، اتنين أجنحة بيرجعوا يدافعوا نص الملعب مع الثلاثة اللي في نص الملعب مع الأربعة اللي في الخلف، محمد عاطف وزيزو، تحت مهاجم وحيد بيلعب لوحده قدام، سيف الدين الجزيري. من بداية المباراة انت بتلاعب بتروجيت عارف ان انت مدرب بتحافظ او بتدافع. بتروجيت نازل فاتح خطوطه وبيلعبك دفاع متقدم، كأنه عارف ان سبيرو جاي يدافع، ومرجع فريقه لقدام جونه وبيلعب على المرتدة. الونشي وحسام بيحاولوا يلعبوا باصات صح لبعض، ثم البنتاج للخروج بالكرة. بنتاج المفروض ان هو بيسلم كورته لعبد الله او لزيزو وياخد مساحة الفاضية لقدام. عاطف بينزل نص الملعب، والمفروض ان بنتاج بيروح المساحة اللي وراه، وعمر جابر بيروح المساحة اللي ورا زيزو. طبعا الكورة ما بتتبصاش صح بسبب ان محمد السيد بساطه بقت كلها للأسف خطأ، بيسيب نفسه لحد ما يضغط عليه وتتقطع منه الكورة. هنشوف لقطات كتيرة كانت ممكن ترجع علينا بهدف. نفس الكلام دونجا بيلعب الكرة في أماكن خطأ خالص، يا إما بساطه كلها مقطوعة. الوحيد اللي بيهاجم وبيرجع وبيباصي صح هو عبد الله السعيد في عمر 40 سنة. في الكرة دي مثلا الكرة اتلعبت لزيزو، المفروض ان هو بيباصي اللي جنبه او اللي اتحرك له، الا ان هو اصر ان هو يحنكش الكرة او ان هو يرقص، فاضطر ان الكرة تتقطع منه. جنبه على اليمين واحد اتنين تلاتة اربع لعيبة بيض، كان ممكن يلعبها لاي واحد لكن هو اصر ان هو يرقص، الكرة اتقطعت منه. الكرة هنا اتلعبت من حسام عبد المجيد لمحمد السيد. محمد السيد مش شايف اللاعب اللي في ظهره، خدها على زاوية بيكون فيها لاعبين سود، لو انت شفت واحد ضغط عليه وواحد الناحية التانية مع زيزو. لما اتضغط عليه الكرة اتقطعت منه ورجعت علينا بهجمة مرتدة، لولا ستر ربنا كانت ممكن ترتد علينا بهدف. الكرة هنا مع دونجا، قدامه سيف الجزيري وقدامه فتح رافع له ايده هنا زيزو. دونجا بيلعب الكرة بين الاتنين في نص الملعب، بين زيزو وبين سيف الجزيري، عشان الكرة تروح بعد كده للمدافع ويقطعها المدافع. مع ان الكرة اتلعبت كويسة من دونجا، كان المفروض زيزو قطع بيها وكان دخله سيف الدين الجزيري، وكان قطع من الناحية التانية مثلا محمد عاطف. الكرة دي برضو مع محمد السيد، كان المفروض كل فريق بتروجيت كان عندي نص الملعب بتاعنا، أصر إن هو يرقص فالكرة انقطعت منه ورجعت علينا برضو بهجمة خطيرة. الكرة هنا مع دونجا، فتح له على اليمين عمر جابر، تحت جنبه محمد السيد، الناحية التانية زيزو، الناحية اللي في الآخر خالص هنا عبد الله السعيد. طبعا الكرة مع دونجا جرار وعمر جابر، الزاوية مفتوحة، التمرير سهل، الدنيا بسيطة، لكن في الآخر دونجا بيباص الكرة في رجل المدافع عشان يطلعها المدافع اوت، وتضيع على الزمالك هجمة كانت ممكن تسجل منها هدف. وادي بساط دونجا الحلوة. ودي طبعا لمسة يد من راس اللاعب لإيده، ملناش دعوة بيها، الحكم مش هيحسب فيها أي حاجة ولا هيحسب أي حاجة. ودي برضو كورة اللاعب داس على رجل سيف الجزيري. نيجي هنا بقى للزغلولة الكبيرة زيزو قدام الجون، الكرة رفعها له بنتايج هو والجون، بيقول له حطها جون يا زيزو، يا زيزو حطها جون، إلا إن زيزو بيدخل وبيشوتها فوق الشبكة أو فوق عارضة الحارس عمر. ليه ما تعرفش، أنا مش عارف إيه اللي خلاه فكر وقرر بكده. في التغيير الثلاثية قرر بيسيرو إن هو يتدخل، خلى اتنين أظهرة يلعبوا فوق بعض، بحيث إن محمد حمدي يبقى قدام بنتايج ويبدلوا مع بعض، الناحية التانية أحمد محمود مع عمر جابر أو مع زيزو ويبدلوا مع بعض. بعد التغييرات أحمد محمود مكان عمر جابر، عمر جابر دخل نص الملعب مع دونجا، على اليسار بيلعب محمد حمدي، على اليمين زيزو وعبد الله السعيد وناصر منسي، التلاتة داخلين في العمق. ودي برضو ضربة جزاء رابعة ملناش دعوة بيها. ودي فقرة الساحر مع زيزو، زيزو قدامه ورا ناصر والناحية التانية عبد الله، إلا إنه هو واخد القرار ومصمم إنه هو يشوت على الجون. كل تفكير زيزو أصبح حاليا إنه هو يسجل هدف بأي طريقة بأي وضعية، مش شايف هو فين في الملعب، من جنبه أو من مقابل ليه. هنا بصير وقال لعبد الله السعيد سيب نص الملعب وروح لي على الناحية اليسار،
بحيث إن كل كرة مع بنتاج وبن حمدي يلعبوها على الناحية اليسار لعبد الله السعيد، ولا فكني من الناس اللي مش بتعرف تلعب ولا مش بتعرف تسجل. عبد الله السعيد بتجيله الكرة بيمرر قدام الجون بيصنع أهداف، لكن للأسف مفيش حد في الزمالك قادر يسجل أهداف. هنا أحمد محمود عدى من المدافع اللي قدامه وعدى قبله من لاعب نص الملعب، وصل لحد منطقة الجزاء بمهارة حلوة، لكنه في الآخر قرر إنه يباص الكرة للساحر نادي الزمالك الزيزو، اللي هو قرر إنه يعتمد على نفسه ويرقص 3 لاعبين قدامه ويشوط الكرة في الجون عشان تطلع بعد كده ضربة ركنية. جنبه دونجا، جنبه عبد الله السعيد، جنبه ناصر منسي، إلا إنه قرر إنه يعتمد على نفسه. هنا الجملة اتلعبت من بنتاج لحمدي لعمر جابر، اللي بالمناسبة كان عامل أداء حلو في نص الملعب قبل ما يخرج، يمكن أفضل من محمد السيد. لعبها ثرو ممتازة جدا لعبد الله السعيد، الفكرة اللي عملها بسيرو في الناحية اليسار. عبد الله السعيد بصها لزيزو بحيث إن زيزو يبصيها لناصر منسي، إلا إن زيزو كالعادة اعتمد على نفسه ومش شايف أي حد جنبه، وشات الكرة في الشبكة من برا، وضاعت على الزمالك هدف ثالث أو رابع. انتهت المباراة بالتعادل 1-1. مش هنتكلم على الهدف اللي دخل في الزمالك، ولا هنتكلم على الهدف اللي سجله طبعا من صناعة الأسطورة عبد الله السعيد، لكن نحب نقول إن الزمالك النهاردة ضيع نقطتين، فقط نقطتين في المباراة بسبب لعيبته، بسبب زيزو، وبسبب الحكم أولا وآخرا. طبعا لو عجبكم التحليل اشترك في القناة، متنساش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.